سيناريو قديم وبايخ من فصول نادي الزمالك البايخة مستمر. تعادل أمام المقاولين بطعم الخسارة، أخطاء دفاعية ساذجة، لعيبة بدنيا من أول الشوط التاني واقعة معرفش ليه، وحاجات في منتهى الغرابة اللي بتحصل في نادي الزمالك. الزمالك ابتدى الشوط الأول كان كويس إلى حد ما لحد ما يجي وقت فيه الجون. نقف عند نقطة الجون دي، كرة مقطوعة من نص الملعب، حاتم سكر بميس باص غريب جدا. المفروض انت هجمة مرتدة عليك، اللعيبة اللي ورا لما يبقى في كونتر اتاك، اول حاجة اللعيب المفروض يفكر فيها يروح يعمل فاول، يعطل هجمة عشان الفرقة ترجع وما يبقاش فيه زيادة عددية او كونتر اتاك. لا، احنا لعيبة الزمالك بتعمل ايه؟ كل لعيب بيسيب مكانه، كل اللعيبة بتسيب مكان، اول ما يبقى في هجمة مرتدة كل اللعيبة بتسيب مكانها. واللي بيحصل ايه؟ ان كلهم بيخبطوا في بعض. حسام يسيب مكانه ويطلع